السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. النهاردة معادنا مع الهواية وصيد الأسماك وصب الرصاص إذا ما كانش عندنا فورمة لغلو الفورمة. هنعمل إيه؟ يلا نشوف مع بعض. هواية وفن وابتكار. أخوكم بدر عجل. بنعجن الجبس يا جماعة، بس بنخليه سايب طبعا عشان ما يشكش. هنخليه سايب ونسيبه فترة لحد ما ينشف خالص عشان نحط فيه الفورمة اللي هنعملها ورق الفوم او الوزدير. قلم رصاص وورق الومنيوم بلفه هكذا مفرغة، تمام. بعمل منها 5 6 اللي انا عايزه. هنحطها في الجبس كلها كده اهي، الالومنيوم نحطها في الجبس، نضغط عليها. شوف عندي كذا واحدة في الجبس، بجيب الإبر من الجديد الطويلة دي، هذه الإبرة أحطها هنا، تمام. تبقى بالشكل ده الإبرة، أكتر من إبرة معايا أهو. وبعدين بجيب الرصاص في أي قطع رصاص، بسيحها على النار، وبعد ما اسيحها بصب. ابتدي اصب الرصاص كده بنفس الطريقه دي. بطلع المصدير، تمام. الزوايد الزوايد كلها. أنا صبت أكتر من قطعة، يعني قرابة 20 جرام. بعد كده ابتدي أشيل الإبرة، تمام. أسويها إذا كان فيها زوايد كلها. شلنا الإبرة، ودي القطع 20 جرام بمنتهى البساطة وفي 5 دقائق فقط لا غير. أروح أشتري رصاص الكيلو ب100 جنيه، حرام يعني، مش مستاهلة 100 جنيه الكيلو. طيب ما أنا أشتري الكيلو ب30 ب40 وأعمله عندي حبة طلب 20 30 40 أي كمية أنا عايزها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو فن ابتكار.